بسم الله على بركة الله توكلنا. ما أريد أطيل عليكم، بس هي خاطرة بسيطة كما طلب أخونا أبو حسن، الله يجزاه خير ويجعله في ميزان حسناته هذه الخواطر اليومية. يا أخواني في الله وأحبائنا، الدنيا ساعة فاجعلها عبادة. الله يقول عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بمعنى أنه إحنا مخلوقين في هذه الدنيا للعبادة، والإنسان إذا قارن حياته اليومية تجدها بتضيع في غير عبادة الله، يعني كلها عبارة عن انشغال. فكما قلت لكم يا أخوان، هي الإنسان ضيع وقته في غير عبادة رب العالمين، وأسأل الله أن يعفى عنا. لكن مثل ما رب العالمين قال على أيام هذا رمضان أياما معدودات، هي الدنيا حياتنا كلها أيام معدودات. ما يدري الواحد متى يكون موعد يعني انقضاء أجله. الله يعني إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما أحد فينا يعلم إيش بكرة هيسوي. إذا كما يقول ما يحضرني أخوان اللي هي الوقولة اللي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فنعمل، لأنه الله عز وجل خلقنا للعبادة. عمر الحياة اللي احنا عايشين فيها صفر مقابل هناك ولا شيء، لأن هناك عدد ما لا نهاية، يعني عبد الآبدين، وهنا 60-70 سنة. أعمار أمتي ما بين 60 و70. فأخوان اجتهد في هذه الأيام، والله ما أحد فينا يدري متى. لذلك اجتهد في الدنيا حتى الله يكرمك. تكرم من ساعة وفاتك، عندما يتنزل الملك يأتيك ملائكة بيض الوجوه بعد ما إن شاء الله يكون أعمارنا كلها بالخير وطولة عمر بالخير والطاعات. يقول ينزل ملك الموت ويقول: اخرج أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وثم تنطلق به رحلة إلى السماوات السبع، ويكرم تكريم السماوي من رب العالمين، تشريف لهذا العبد اللي كما قال الله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لذلك نجتهد يا أخوتي، بارك الله فيكم، نجتهد إن شاء الله، ونعلم أنه الدنيا أيامها بسيطة معدودة، وهناك جنة الخلد. كل واحد يعني الله يرزقنا إن شاء الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله يعني في هذه الليالي المباركة وفي الليالي التي نرجو أن يكون منها ليلة القدر، الله يبلغنا وإياها وإياكم، أن يجعلني وإياكم من المستقيمين ومن الصالحين ومن عباده الصالحين، وأن يجمعنا جميعا نحن ووالدينا وأجدادنا وأخواننا وأبناءنا وكل من نحب في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى تحت لوائنا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير.